بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوانا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وحضراتكم بخير، وكل سنة وانتوا طيبين. شكلها كده ولعت في نادي الزمالك. مرتضى منصور طالب حسين لبيب بالنزول الانتخابات ضده، فما كان من حسين لبيب الا ان هو يرد على مرتضى منصور في بيان ناري. أصدر حسين لبيب رئيس اللجنة السابقة التي كانت تدير النادي بيان رد فيه على حديث مرتضى منصور. هذا الحديث الذي تحدث فيه منصور عن حسين لبيب وعن مكالمات دارت بينهم في الفترة الأخيرة. تحدث حسين لبيب عن هذا الأمر، ومن ضمن هذه الأمور التي رد عليها حسين لبيب ما قاله منصور بشأن إن كل ما يكتب على لسانه لا يخصه، أن كل ما يكتب على لسانه لا يخصه، وأن هناك من يتحدث باسمه ليؤكد حسين لبيب أن هذا الحديث غير حقيقي، وأن كل ما يكتب على مسؤوليته. وعبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كتب حسين لبيب وقال إن الزمالك أولا، وقال: السيدات والسادة جماهير وأعضاء النادي الكرام، أتشرف بأن أتقدم لحضراتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أعاده الله عليكم وعلى مصر بالخير واليمن والبركات. أعلم أن الوقت ربما ليس مناسب للحديث في موضوعات أخرى، لكن احتراما لحضراتكم وتقديرا للثقة المتبادلة بيننا التي أشرف بها، أؤكد تصحيحا لما ورد على لسان الأستاذ مرتضى منصور وما حاول البعض الترويج له كذبا. يعني حسين لبيب بيكذب مرتضى منصور واللي قاله على لسانه، وبيكذب من حاول الترويج لكلام مرتضى منصور، وقال ردا على لسان الأستاذ مرتضى منصور وما حاول البعض الترويج له كذبا. فالحقيقة إنني لم أبادر بالاتصال به طوال قرابة عامين مضوا، وإنما تلقيت العديد من الاتصالات التليفونية منه، فقمت بالرد على بعضها، ومنهم مكالمة يوم الأحد السابق فتحدث عن أنه جدد مع الكابتن أحمد الأحمر بناء على كلامي، وذلك لمصلحة فريق كرة اليد، وهذا رأيي الذي أعلنته. يعني الراجل بيقول إن هو لم يتصل بمرتضى منصور منذ عامين، لكن اللي بيتصل بيه هو مرتضى منصور، وآخرهم يوم الحد، عشان يقول له إن هو جدد مع الأحمد الأحمر بناء على كلامه. وبعد ذلك طلب مني التوقف عن إصدار بيانات والترشح ونزول الانتخابات، وأنني لن أدفع قيمة تجديد الاشتراك، فأبلغته أنني جاهز تماما لنزول الانتخابات، وأنني لا أقبل أن يدفع أحد عني شيء، وإني سأكلف من يدفع الاشتراك ويستلم الكارنيهات. تاني الحتة ديت مهمة جدا. وبعد ذلك طلب مني التوقف عن إصدار البيانات والترشح ونزول الانتخابات، وإنني لن أدفع قيمة تجديد الاشتراك. يعني هو مرتضى منصور بيطالبه بالنزول للترشيح للانتخابات، وبيقول له ما تدفعش الاشتراك يعني. فالراجل بلغه إن هو جاهز تماما لنزول الانتخابات، وإنه لا يقبل أن يدفع أحد عنه شيء، وإنه سيكلف حد من يدفع الاشتراك ويستلم الكارنيهات. وفي هذا المقام أعلم أن الردود المكتوبة لا تكفي أحيانا لتوضيح الأمور، وسوف أقوم في الوقت المناسب بتوضيح الكثير من الأمور بطريقة أنسب، إلا أنه وبصفة مؤقتة يلزم الإشارة إلى ما يلي: واحد، الحديث عن الانتخابات له وقته المناسب، ويعلن عنه بالتشاور مع قامات ورموز النادي، وأنا مستعد لهذا التكليف عندما يحين وقته في مواجهة أي شخص كان من كان. اتنين، محاولة إثارة قضايا أو نزاعات لإشغال الناس عن أوضاع النادي واجتزاء الحديث وتحريف مضمونه كذبا وإخراجه عن سياقه أصبحت حيلة بالية لا ينخدع بها أحد. ثلاثة، عضويتي وانتسابي للنادي شرف وتاريخ أفخر به، وهي أمور لا يفهمها أو يقدرها من ساقهم الصدفة إلى موقع المسؤولية به. الحتة ديت مهمة جدا،
لأنها بترمي، والرمي واضح وصريح. عضوياتي وانتسابي للنادي شرف وتاريخ أفخر به، لأن هو راجل كان لاعبا في نادي الزمالك، وهي أمور لا يفهمها أو يقدرها من ساقتهم الصدفة إلى موقع المسؤولية به. وطبعا من ساقتهم الصدفة هيكون مين غير رئيس نادي الزمالك الحالي مرتضى منصور. يبقى الكلام بيرمي على مرتضى منصور ان هو جاب الصدفة وبقى مسؤول بالصدفة، لكن حسين لبيب بيقول على نفسه ان هو راجل يعني عضويته وانتسابه للنادي شرف وتاريخ يفخر به، لان هو من يعني لعيب او يعني راجل من رموز نادي الزمالك. وبيقول ان كارنيه العضوية وسام وحق، ليس لمن فقد صفته ان ينازعني فيه، ولا يسعدني ان تحمل بطاقة العضوية اسمه. وايضا البت على نفسي، آليت على نفسي ان من اولوياتي رجوع المشطوبين والموقوفين بدون وجه حق، ويزداد شرفا اذا كنت واحدا منهم. 4. أؤكد هنا كل ما سبق لي نشره من بوستات وبيانات في هذه الصفحة، وإنني مسؤول عنها كلها، وتعبر بصدق عن أفكاري وتوجهاتي الشخصية وآرائي، وليس عندي أي شخص يستطيع الإضافة أو الحذف، وأنني لست كالآخرين أخاف أو أكذب أو أقول إنها أضيفت إلى صفحتي بدون علمي. وقد سعيت دائما إلى إبعاد المواقف الشخصية عن المصلحة العامة، وتقديم أي سبيل دعم للنادي لاعتبارات قد لا يفهمها بعض ضعاف العقول ومرضى النفوس، فمواقفي معلنة وثابتة يدركها كل ذي عقل وبصر، ويغفل عنها المغرضون من الحمقى وأشباه الرجال. أخيرا أكرر، جماهير وأعضاء النادي أكثر وعيا وحكمة مما يعتقد الواهمون، كما أعلنت مرارا وتحدثت مع العديد من شرفاء النادي المخلصين بالتكاتف والعمل الجاد، وسوف نستعيد حتما بإذن الله النادي إلى المسار الصحيح، حيث المكانة التي تليق به والتي نتمناها جميعا لنادينا الحبيب. عاش نادي الزمالك، أكبر قلعة رياضية في مصر، زي ما هو بيقول أو كاتب حسين لبيب. واضح كده ان الموضوع بقى تحدي قوي جدا وبقى ناري جدا، وشكله كده مرتضى منصور يعني جابه لنفسه، واللي حضر العفريت لازم يصرفه. واضح ان العفريت مش هينصرف، واضح ان حسين لبيب يعني الموضوع استفزه وداخل بقوة، وهنشوف يعني صراع قوي جدا في انتخابات رئاسة نادي الزمالك القادمة. وهنشوف تقريبا كده في يعني تشم ريحة الإطاحة بمرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك قادمة لا محالة. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعيد سعيد عليكم وعلينا وعلى كل الناس بإذن الله.